تزامنا مع الأحداث الجارية تطلع شركة كنتاكي من يومين بإعلان مثير للجدل والرعب قالب السوشيال ميديا. فإيه اللي بتعمله KFC دلوقتي؟ وإيه علاقته باللي بيحصل؟ تعال نشوف. لو طبخ البشر بقى هو المعلن اللي فوق الترابيزة، أمال اللي بيدور في الكواليس من تحت الترابيزة في المطبخ بيقول إيه؟ والنبي ده إعلان المفروض إنه بيروج لأشهر المطاعم العالمية اللي بتقدم الفراخ المقلية. فين سر الخلطة ولمة العيلة؟ ايه حقيقة استخدامهم للأنسجة البشرية في وجباتهم؟ محتاجين نفهم هما بيسوقونا لإيه وليه عايزين يأكلونا أنسجة بشرية. إعلان بيظهر فيه شخص تايه في غابة غريبة بيرمقوا ديك من بعيد بعين واحدة، واخد لي بالك من العين الواحدة عشان الكاميرا تعمل فوكس وتزوم ان على العين دي. تقصدوا ايه؟ وبعد كده تظهر جماعة مريبة غريبة وحواليها بضع عملاقة بيرقصوا حواليها بشكل مريب. طقوس ايه دي يا رب؟ عشان بعد كده قائد الجماعة يمسك الشخص التايه ده وينقعه بحيرة من الزيت المغلي على اساس انه يطلع فيما بعد رمز للفرايد تشيكن اللي المفروض ان انت بتاكلها في المطعم. ده مش اعلان براند اكل ابدا، ده برومو وتشويق الفيلم رعب. الناس هنا اتخضت وقالت الإعلان مليان تلميحات ورموز مشهور استخدامها في المنظمة السرية، وكمان الإعلان بيقول إن هم بيستخدموا الأنسجة البشرية في وجباتهم. فإيه حقيقة الكلام ده؟ هل فعلا دي إيحاءات وتلميحات ومجرد تحليلات من رواد السوشيال ميديا، ولا فعلا في أبحاث فعلية أثبتت استخدامهم لأنسجة البشرية في وجباتهم؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده خلينا نرجع لورا شويه. اصل الموضوع مش جديد، ده الكلام ده طلع قبل كده على بيبسي وكوكاكولا. ففي 2010 طلع كلام ان هم بيستخدموا ماده HEK 293 ودي خلايا لجنين اجهضوه في الستينات كنكهه مذاق في المشروبات الغازيه. طب بيبسي عملت ايه؟ كدبت الكلام ده طبعا. قبل ما اجاوبك عايزه اوضح لك نقطه. شركه بيبسي وغيرها من الشركات العالمية الغذائية اللي احنا بناكل وبنشرب منها كل يوم متعاقدة مع شركة سينوماكس. طب وماله ايه شركة سينوماكس دي؟ شركة سينوماكس يا سيدي الشركة المسؤولة عن إضافة النكهات الصناعية ل 95% من شركات الغذاء العالمية. والشركة دي ثبت إنها بتستخدم الأنسجة البشرية في النكهات اللي بتقدمها. فالشركة دي عشان توصل لأفضل نكهة ومذاق تستخلص المادة بتاعتها من كلية الأجنة المجهضة. أيوة والله زي ما سمعت كده. طب ومنظمة الصحة العالمية عندها دراية بالكلام ده؟ الشركة بتعترف إنها بتستخدم الأنسجة البشرية بس بنسب، لكن هي مش هتقدر تصرح عن النسب دي بحجة سر الخلطة وكده. ولو مش مصدق شوف فرق الطعم ما بين اي منتج محلي ومنتج عالمي ايام. فالفرق مش في المكونات وبس، ده كمان في النكهات والمذاق. فهم في الاول خلوك تستصيغ الاكل والمزروعات والخضار اللي جاي من السبطات، واخد لي بالك، ومن بعدها اللحوم والدواجن المحقونة هرمونات، وبعد كده خلوك تستصيغ الأنسجة البشرية. ده غير ان في ناس ربطت ما بين الاعلان وبين الاحداث الجاريه اللي بتحصل في اخواتنا في القطاع. اصل في الاعلان الجماعه اللي حكيت لك عنها كانت لابسه ملابس تشبه جنود ولاد العم احفاد القرده والخنازير. وكمان الاعلان كان فيه حرب الرموز واضح. البيضه بترمز لميلاد نظام عالمي جديد فيه طقوس مرعبه وبتتقدم فيه القرابين بابشع الطرق. وبعد اللي انا قلته لك ده محتاج تسأل نفسك سؤال مهم جدا. لو انت اكتشفت ان في منتج عالمي مشهور انت متعود عليه وبتحبه بيستخدم الأنسجة البشرية او شيء محرم، هتبطل تشتريه ولا حبك وتعودك عليه هيخليك تغض الطرف عن ده؟ فلو كانت المقاطعة قبل كده شيء اختياري حسب انتمائك السياسي، طب لو جه الموضوع يمس عقائدك هيكون برضو موقفك نفس الموقف؟
يا ريت تشاركوني بتعليقاتكم عشان اجاباتكم مهمة بالنسبة لي قوي. انا ريهام مصطفى وباب الحقيقة.